السلام عليكم. طبعا يا شباب رجعنا بشرح جديد. اليوم شرحنا مهم جدا، وانا بنفسي نعتبره من اهم الشروحات في القناة. هتقول لي علاش؟ خلينا نقول لك كالاتي. تمام، انتوا تلاحظوا ان في سنة 2000 يعني في السنة اللي نزلت فيها بوبجي، بداية نزلتها على البي سي، تمام، ان الاجهزة ضعيفة تشغلها. مثلا لو معالج كارت ديو الجيل الثاني، تمام، ورام 4 جيجا وكارت شاشة حتى 500 ميجا، مش مشكلة، نص جيجا، فاهم علي؟ تشتغل معك على 90 فريم في هذيك الفترة، تمام. فحاليا رغم أن مواصفاتنا قوية في الجيل هذا أو حتى متوسطة، تمام، تعتبر قوية عن مواصفات الجيل السابق، تمام، واللعبة تعتبر لاج قاعدة. يعني الرام 8 جيجا و16 جيجا لاج. لا، الحل كالآتي، ما هوش لاج عندك ولا أي شيء، المشكلة دي كلها من المحاكي نفسها، تمام. المحاكي في التحديث الجديد بدا يبي ار تي اكس 90 30 90، فاهم علي؟ يبي مواصفات قوية هلبة ولا في خطأ؟ مفهمتش يعني، لكن على حسب تجربتي رغم أن مواصفات قوية 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 يعني نوعا ما، تمام، لاج وضروب فريم. فكالآتي، المحاكي اللي عندك انت حاليا جيم لوب 64 بت، تمام. هو في شيء يعني في 64 بت وفي 32 بت، تمام. احنا الشرح هذا حنركزوا على 32 بت، تمام، لان عن تجربة خاصة اي شخص يعني يقول لك 32 بت مش كويس، نحب نقول له هذا ما يفهمش في المحاكيات ابدا، لان عن تجربة خاصة وعن تجربة اكثر من شخص، يعني مش انا بس، فاهم علي؟ وبرغم اني جربت على الجهازين، عندي جهاز للشروحات والجهاز الاساسي، اللعبه نفس الشيء، اللاج ودروب فريم، تمام. بتقول لي اعطيني على طول يعني ما تتعبنيش، نقول لك كالاتي، المحاكي اللي عندك 64 بت، تمام، حتمسح المحاكي من يعني من المصدر متاعها، تمام. حتقول لي كيف حنمسح؟ هنقول لك كالاتي، بتجي هنا، تمام، بتخش على لوحه المفاتيح او لوحه التحكم، تمام، بتجي على شيء اسمه البرامج والمميزات، تمام، حيطلعوا لك الاشياء زيادة، تمام. فهنا عندي الجيم لوب حنمسحه من هنا. طبعا انا مش حنمسح انه موجود عندي وضعه، تمام. فحدير ازالة التثبيت، هيك انت حتمسح جميع الملفات الخاصة بالجيم لوب 64 بت، فاهم علي؟ تمام، حلوين حلوين. بعد ما تمسحه حتخش على جوجل كروم، حتكتب الشيء اللي حنكتبه هنا. يعني بعض الناس تخش تكتب جيم لوب، تمام، ورغم ذلك تكتب 32 بت واللي ينزل عندها 64 بت، تمام. فحتركز معي، حتكتب هذه الكلمة جيم لوب 32 بت، تمام. الانترنت مقطوع عندي فحنشغله، تمام. انا حتركز معي لانه والله العظيم يعني عن تجربة خاصة يا شباب، فرق الفريمات قوي. ونقول لك كانت 60 فريم ولت فوق 90 فريم، فاهم علي؟ والدقة اقوى شيء، تمام. حيطلع لك اول موقع، ركز معي، الموقع هذا ما تاخدش اي موقع تاني، تمام. فكالآتي، دقيقة بس، خشوا على الموقع اللي بعده، لا، لأن في مواقع معينة هي، تمام. تمام، الموقع هذا الموقع الأول، ركز معايا، تمام. هنا حتطلع لك الواجهة هذه، تمام. فأنت عشان حدير، مش حدير داونلود جيم لوب، لا، حدير جيم لوب 32 بت، حترص على الرابط هذا، تمام. مهمة جدا يعني، لو أنت دير داونلود الوضع مش هيمشي معك وحتبدأ اللعبة لاج، يعني نفس الشيء، تمام. هنا حترص عليه وحتستنى شوية، تمام. حيقول لك جاري التنزيل، حلو حلو. أنا هني مثبت الجيم لوب، تمام، لكن حبيت نوصل لك الفكرة بطريقة سريعة شوية، تمام. فأنت شنو حتدير؟ حتبته، حتدير له انستول، تمام، حتدير له البدء، يعني حتستمر كأنك طبيعي. أنا طبعا مثبت عندي فحنخش عليه، تمام، وحتنزل البوبجي، فالرابط اللي قلت لك عليه أنا بالضبط، تمام، 32 بت. واي شخص يقول لك لو الطريقه ما تشتغلش او جهازك الحديد مش حيشتغل، نقول لك لا، الطريقه شغاله على جميع الاجهزه، ولو انت جهازك حديد نزله حتاخد اداء رهيب، يعني الدروب فريم مستحيل تلقاها، فاهم علي؟ ولو جهازك ضعيف نفس الشيء، تمام، حيشتغل معك بسلاسه، صدقني. طبعا انا منزل اللعبه هنا من قبل، فما نبيش ندير فتح لان الشرح والله حيبدا طويل هلبة، وما نبيش نطول، ما نبيش نخليك تمل من الفيديو، تمام. فنسكروه من هنا لهنا، نكون انتهينا من الشرح، ونتمنى اني نفدتكم، تمام، ونتمنى منكم انتم ما تتجاهلوش الطريقه اللي درتها هنا توا، يعني ما تتجاهلوش 32 بت، لان عن تجربه خاصه حياتي فرق قوي جدا، تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.